يا هلا، في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل باسورد جديد للايميل. يعني لو اليوزر نسي كلمة المرور وعاوز يغيرها باستخدام الايميل بتاعه، نيجي هنا ونعمل function future void بعدين reset password async fire base auth dot instance dot send password reset email ونديله الكنترولر. طيب انا هنا هعمل كنترولر جديد اسميه reset باسورد. هباص الريسيت باسورد دوت تكست دوت ترم، وهباص ده للتكست فيلد. هنا بيقول لي ان هو الاسمين متشابهين، فانا اسميه هنا مثلا كنترولر، وهات نباصه هنا ونباص هنا كده. نباص الفانكشن بتاعة الريسيت باسورد للبوتن بتاعه هنا كده. يلا نجرب. هيبقى مايكل ده الايميل اللي عايز اعمل له ريسيت، ونقول تغيير كلمة المرور. تمام، هنلاقيها وصلت هنا. هنضغط على اللينك، نكتب الباسورد الجديد من 1 ل9، ندوس سيف، وبكده نكون عملنا ريسيت باسورد. لو رجعنا دوسنا لوجن، كتبنا جيميل والباسورد الجديد من 1 ل9، قلنا تسجيل دخول، هنلاقيها اشتغلت. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.